محمود ابو الدهب وسعت منه على الاخر، هو طالع يتكلم مع سهام صالح، طالع بيتكلم في كلام ما يطلعش من لعيب اهلاوي المفروض ان هو عارف يعني ايه كرة قدم. تعالوا نشوف محمود ابو الدهب بيقول ايه وبعد كده نبقى نعلق عليه بس على الهادي. تعالوا نشوف. انا هاخد السوبر واخد الدوري، وهنيجي انا وانت حلقه هنا، هنيجي انا وانت حلقه ونفكر. الدوري ده في الجنه، الدوري ما ينفعش. لا مستحيل السنه دي. انا هكسب بيراميدز. بص يا ابو حميد، يا ابو حميد يا احمد، انا هكسب بيراميدز واكسب الزمالك. انا اللي بقول لك الاهلي هيخلص ثالث مش عشان انت قاعد. انا لا انا ماشي، ده توقعي. ده في الاحلام. يعني الاهلي يلعب كونفدراليه، انت شايف كده؟ لا والله ما خلق. لا لا مش احنا لعبنا كونفدراليه، ايه المشكله؟ يعني ايه يعني يلعب انا لو الاهلي لعب والله اسف العب في الكوره، ما حدش يعرف عنها حاجه. يعني ايه ليه تتكسف؟ يعني البطوله ما حدش يعرف عنها حاجه. يا كابتن جاب جول في الدقيقه. ده موسم استثنائي. هو الاهلي كان نفسه يجيب البطوله دي يحطها في الدولاب عشان جنب البطولات اللي بياخدها، لكن طب هاتها بقى السنه الجايه وحطها في الدولاب. لا ما انا مش هنخش لو دخلنا. على فكره النادي الاهلي حتى لو طلع ثالث هيخش ازاي افريقيا بكره تشوف عافيه اهي. اتحاد افريقيا هيلاقي. بص البطوله ابطال الدوري ما بتبقاش احلى الا بالاهلي، ما بتلاقيش قيمه الا بالنادي الاهلي. اسمع بس اللي بقول لك وهتتغير. وانا بقول لك انت وانا لا والله، بس انا اقول لك ان في لوائح هتتغير عشان الاهلي يلعب في بطوله افريقيا. طب وانت مبسوط كده؟ بس الاهلي مش هيلعب. ده ينفع؟ ما هو الاهلي مش هيطلع ثالث. انا تلعب باللعيبه دي اللي ما عملتلكش حاجه، تلعب في الكونفدراليه، ده احسن حاجه ليها. يا ابو حميد لا، النادي الاهلي مش محتاج الرموز تروح تقف في المدرجات وتاخد اللقطه زي ناس. ايوه ما عندناش الكلام. احنا بناخد لا بس ما عندناش الكلام ده هنا. خلي بالك يعني ايه ناس احنا لما نروح. لا انا بقول لك يا سامي، احنا متعودين على البطولات، متعودين على كده، متعودين ان ايه ممكن يحصل كل 10 سنين دروب سنه، لكن بترجع اقوى من الاول. يعني انت بعد كده وبتاخد بجد. ليه حق جمهور الاهلي يكون بالعقليه اللي احنا بنسمعها لما بنتكلم مع اي واحد اهلاوي، لما يكون لاعب قديم في النادي الاهلي بيقول كده احنا خدنا الكونفدراليه عشان كنا عايزينها تبقى موجوده في الدولاب من البطولات اللي عندنا. عايز اقول لك حاجه يا كابتن محمود، انت اخدت لقب بطل القرن بالكونفدراليه. صدقني ده انتوا القرن اللي فات ما كانش عندكم غيرها في الدولاب اصلا. بس نعمل ايه؟ هي دي العقليه، هو ده المستوى اللي احنا بنسمعه لما بنتكلم مع اي حد اهلاوي. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني ايه اللوائح تتغير عشان النادي الاهلي يخش والكونفدراليه ما نخشهاش لو مهما حصل؟ ده بطوله الكونفدراليه لما عماد متعب جاب الجون في اخر دقيقه كل الاهلاويه زاطت وهاصت وقالوا اقوى بطوله كانت السنه دي. بس انتوا دايما كده بتسمعوا لنفسكم بس، ما بتسمعوش لاي حد تاني ولا المنطق اللي ما تعرفوش عنه حاجه ابدا. وبعد كل اللي حصل فيكم السنه دي لسه برضه بتكبروا، وبعدين بتغلط في رموز الزمالك. رموز الزمالك بيطلعوا عشان ياخدوا اللقطه. ده سيد عبد الحفيظ قاعد بيتفرج على ماتشات الاهلي لوحده، ولدرجه الوحده اللي هو بيعانيها يا عيني نزل ارضيه الملعب بيتخانق مع الحكم، ما الراجل مش لاقي حد يكلمه في المدرجات. هو ده اخركم وهو ده تفكيركم وهو ده اللي بنعانيه لما بنكلم حد منكم.